صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو ده. لو انتي ام البنت فالفيديو ده ليكي. بس خليني الاول كده اعرفك بنفسي واعرفك بالقناة عشان لو اول مرة بتشوفيني. اولا انا داليا، ودي قناة انامل صغيرة، قناة كل محتواها الامومة والطفولة المبكرة واي شيء بيتعلق بالام او المدرسة او اي حد ليه علاقة بالاطفال. فلو انتي او انت كأب او ام او مربي او مدرسة او اي حد مهتم بالاطفال في المرحلة دي، فاشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من انامل صغيرة. خلينا نوسع الدايرة. يلا بسرعة بقى نبدأ. لو انتي ام البنت، عايزة اقولك اهلا بيكي في حفلة المشاعر اللي موجودة. البنت اللي لسه تبقى بتضحك ومرة واحدة تجري عليكي تقولك يا ماما انتي ما بقيتيش تحبيني. البنت اللي ممكن تزعل علشان الشوز مش متلمعة، او ممكن بس تعيط علشان شعرها مش نازل زي البنت اللي في اعلان الشامبو. بصي، انتي مش بتربي بنت، انتي بتربي دراما كوين صغير. بس عايزة اقولك انتي بتربي حد طيب ونقي، واكتر حد هيحبك في الدنيا. وعايزة اقولك خلي بالك كويس قوي وانتي بتربي بنتك ان كل كلمة بتقوليها هي مش بتنساها، هي بتتركن جواها. يعني لما تقولها انتي شاطرة، انتي ذكية، انتي جميلة، بتعلميها تكبر وهي مرفوعة الراس. لكن على الصعيد الاخر بقى، لو قلت لها اسكتي بقى وايه النكد ده، هتتعلم دايما ان هي تتوجع وهي ساكتة. بس برضو مش معنى كلامي ان هي تبقى بقى مشغلة زرار العياط ده على طول. خليكي حازمة بس بحنية. ايه الخلاصة؟ لو انتي ام البنت، انتي مش بس ام، انتي المراية اللي بنتك بتشوف فيها نفسها. وخلي صورتها جميلة ودافية وواضحة. وما تنسيش احضنيها كل ما تحسي انها حساسة زيادة. اللي بنسميه دلع النهاردة صدقيني هو امان بكرة. وصدقيني هتتعلمي معاها ان المشاعر مش حاجة بنقولها، المشاعر بالنسبة لها حياة كاملة. يعني ممكن مثلا تقولي لها مش وقته ده يا حبيبتي، تقول لك اصلا يا ماما انتي مش فاضيالي. خليكي عارفة انها مش بس بنتك، دي صديقتك الجاية وصورتك في المراية. علميها تقول لأ وهي مرفوعة الراس، وتعتذر برضو بس من غير ما تتكسر. علميها تنور مش بس بشكلها، لكن بعقلها وفكرها وثقتها في نفسها. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من أنامل صغيرة. باي.